بونسوار، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اولا وحشتوني جدا. معلش كان شويه ظروف بقى، الحمد لله رجعت عندكم ان شاء الله. نعمل وصفه حلوه مع بعض. النهارده هعمل لكم الحمص الشام بالطريقه المصريه. طبعا المصريين ده بيعملوه بالطريقه دي، بس احنا هنعمله بطريقه مختلفه. في المغرب بنقول احنا حمص كيمون. هنا في مصر بيحطوا له بيشربوا ميته. وصدقوني هيعجبكم الميه بتاعته، انا دقته بصراحه بميه عجبني، وميته كمان مفيده. انا ما كنتش ناويه اصور الفيديو، بس فكرت قلت بما اني اتاخرت قوي بقى لي كتير ما عملش اعمل حتى ان شاء الله فيديو صغير كده بسيط. عندي هنا سلقت الحمص مسلوق ده عندي، وحطيت له شويه توم. وعندي هنا ايه طماطم، صلصة طماطم مبشورة نحطها برضو ونحطه على البوتاجاز. وعندي هنا بصلاية صغيرة مبشورة برضو. والليمون اللي حطاه ده، حتى الليمون هنا ايه عشان بنحطه في الاخر، ده بنحطه في الاخر لما يجهز. واحط هنا ايه عندي هنا بحط كمون. بحب الكمون فيه، وبحط برضو لما ايه نيجي نقدمه. ملح، ما حطيتش ملح لسه. ندوق يعني نعمل نحط ندوق على حسب الذوق. هنا ايه عندي شطه، مش هحط شطه كتير لان هنحط برضو في الكوبايات بتاعتنا، بيتشرب في الكوبايه. انا حاطه بس حبه كده، كل واحد يحط في كوبايته. بعد كده بحطه على النار يغلي غلوه، لان هما خلاص مسلوق كده، يغلي غلوه كده. وبعدين نحطه في الكوبايات ونشرب ميته وناكل الحمص. كمان نعصر عليه الليمون، حلو قوي في البرد ده. الحمص ده الشام ده العشق زمان، سبحان الله، ده مفكرنا في الطفولة. واحنا صغيرين دايما ايه نفتكر الحمص الشام معناه ايه الطفولة. بس احنا في المغرب بنعمله مسلوق كده، بس المية بتاعته بنرميها للأسف. بس اكتشفنا طلعت ميته بجد حلوة. قلت اوريكم نعمل تبادل ثقافات كده، شوية حاجة مغربي شوية حاجة مصري. انا هتكلم بقى عشان المغاربة اللي معرفوش بقى انا بقصد ايه. ده حمص كيمون. حطيت له هنا سلقته وحطيت له ملح وتوم، شوية التوم، وبصل مبشور، ومطيشة التانية يا ربي، وشطة، الفلفل والحار، والكيمون بس. ونحطه على البوتاجاز يغلي. وبعدين نحطه في كوبايات نشربه، نعصر عليه ليمون، نشرب ميته. المية دي مهمة جدا ما نرميهاش. ويا رب تكون وصفة عجبتكم بقى ان شاء الله هتعجبكم اكيد. انا هحطه على البوتاجاز وارجع اوريكم اعمل ازاي. هو الفيديو صحيح بقى صغير بس يعني اهو بداية من حاجة. سنة جديدة، كل سنة طيبين، سنة جديدة نبتديها بالحمص بقى، حمص الشام. ده بقى ايه الحمص الشام بالطريقة المصرية. والله بفكر يعني المية كنا نشربيها ازاي مش عارفة صراحة. طلعت حلوة بجد، يعني فكرة حلوة. مية الحمص انا عملته. اشرح بقى برضو. الحمص ده حمص كيمون اللي كنا بنعمله في المغرب. احنا ما كنرميوش الماء، وجربوا هالطريقة هذه هيعجبكم بزاف، لان الماء ديالو مزيون بزاف صراحة، يعني عجبني. اهم حاجة في الحمص هذا الماء ديالو، ما ترموه بعد، ما غاديش ترموه. اذا جربتوا الطريقه دي ما عمركم ما ترميوه. الماء ديالو مزيون خصوصا في هذا البرد هذا مع الكيمون. انا عملته في طريقه العصير ده، وكيتباع برا تقريبا بالشكل هذا الحق. كيحطوا لهم الباليوس اللي هو باليوس تقريبا اسمه شاليمو. كيحطوا لهم انا نسيت المغربي. نسيت المغربي الصراحه. كيحطوا لهم داك الشاليمو اللي كيصوفوا به العصير. وحتى انا حطيت الليمون، عصر الليمون نتا كتجي تغرفو، عاد كتحط الليمون تعصرو، كتاكل الحمص وتشرب الماء ديالو، كيجي مزيون. جربوه وما غاديش تبقى بعد ترميو الماء ديالو بعد المره هذه. هذا بحال عندهم بحال هنايا عندنا ديك غوله اللي كيتباع في هذا كوجبه
كيتباع في الزنقة، ما عندهم هنايا على النيل كيحطوا هذا كيتباع على النيل، على النيل كلاسيكي بحال الكافي هداك سور دو كافي، سور دو كافي. كيقدموا فيه بهاد الطريقة هادي. و انا قلت لكم انا حطيت نعيد بالترجمه يعني بالترجمه. انا عامله حمصنا مسلوق وحطيت عليه، اسلقته حطيت عليه من بعد بلا ملح، كتسلق بلا ملح كتسلقوه من بعد باش كيطيب، لان اي بقوليات ولا اللحم هي ما كتحطلاش الملح ملي كتجي تعملها. ومن بعد كتحط صوص طوماط. انا صوص طوماط انا اللي عملتها، طريقه غزاله صراحه، كتجي مزيونه بزاف، كتسهل عليك حريره وتسهل عليك المكروني، كل حاجه، اي فيها حاجه فيها صوص كتسهل عليك. وحطيت هنا الكيمون، غنحطه في ديسكريبشن، حنحط هذا في طريقه في الديسكريبشن. وحطيت كيمون، وحطيت شطه، وحطيت الملح والليمون بحال قلت لك باش ما كيمررش، كيحطوا في اخر مره خالص كتحط الليمون. وكتذوقوا هذه الطريقه هذه، وبالهنا والشفا. ويا رب تكون الحلقه عجبكم الفيديو، اعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وميرسي متابعتكم، ما تحرمونيش من الكومنتات بتاعتكم، وحشتني جدا. وباي باي.